مطعم سمك على جزيرة جوه بحر اسكندرية، تكون قاعد جوه المطعم وحواليك البحر من كل اتجاه، وقاعد بتاكل أحلى أكلة سمك معتبرة على البحر المتوسط، اللي ناس كتيرة جدا بتسأل تقول هو ايه أحلى مطعم سمك موجود في اسكندرية، ودايما تلاقيهم بيسألوا على الجروبات، دايما يقولوا ايه أحلى مطعم سمك في اسكندرية، يا جماعة الخير دلونا، وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. انا في الفيديو ده هعرفكم على اشهر مطعم سمك ومن اقدم مطاعم السمك الموجودة على البحر في اسكندرية، وهو مطعم زفير الموجود في الماكس. طبعا زفير ليه فروع كتيرة جدا في اسكندرية وفي الساحل الشمالي وفي كذا مكان تاني، لكن ده يعتبر من اشهر الفروع اللي هو فرع زفير الماكس. تعالوا كده ناخد فكرة عن المطعم وناخد الجولة في المطعم، نتفرج فيه على كل حاجة ونتفرج على الأكل الموجود فيه، وبعد كده أقول لكم هل فعلا يستحق الضجة اللي معمولة عليه دي ولا لأ. وكمان هقول لكم على مطعمين كمان حواليه في نفس المنطقة، وأقول لكم مين أكتر حاجة عجبك. كده احنا دخلنا المطعم أو المكان الرئيسي بتاع المطعم. من اول ما بندخل بقى كده بنلاقي زي محل كده صغير للاطفال علشان يقدروا يستمتعوا برضو بالمكان ويشتروا لعب وحاجات جميلة ينبسطوا بيها. في طبعا كذا قاعدة موجودة هناك في زفير، وطبعا كلهم هنتفرج عليهم. في مثلا اللي هي القعدة اللي هي البرجولة على البحر دي علشان خاطر لما بيبقى فيه شمس، وفي قعدة تانية بتبقى مكشوفة من غير برجولة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ودي افضل قاعدة عجبتني بصراحة، اللي هي بعيد عن البرجولة اللي الناس قاعدة فيها، لان انا حسيت ان انا مني للبحر على طول، وخصوصا ان ما كانش فيه شمس جامدة قوي في اليوم اللي انا كنت موجودة فيه هناك. وبالرغم من ان القعدة بتاعت البرجولة دي كان ناس كتيرة جدا مختارينها ان هم يقعدوا فيها علشان برضو للناس اللي هي ما بتحبش الشمس، مع ان هي برضو كانت بسيطة، لكن انا حسيتها ان هي مكتومة، حاجبة عني بقى الهواء، حاجبة عني يعني المية كده، حس ان انا جوه البحر مني للمية. فانا اخترت اخر ترابيزه خالص موجوده، ان هي تكون جنب الصخور، بحيث اتفرج على شكل الصيادين وهم بيصطادوا، واخد التجربه كامله والفايبس كلها كامله، بان انا انبسط فيها واقرب كده من الصخور واسمع صوت الموج واشم ريحه البحر وجماله، واتفرج على عظمه الخالق الجميله اللي احنا كلنا بنحبها، بحر اسكندريه. طبعا ده اللي هو المدخل بقى بتاع المطعم نفسه. لما دخلناه علشان نتفرج بقى على التيبل بتاع السمك او الكلام اللي احنا هنطلب منه السمك، لقينا بقى طبعا جمبري باحجام كتيرة جدا، ولقينا جميع انواع السمك اللي تتخيلوها، بس ما عدا البربوني، ودي اول حاجة ما عجبتنيش في المكان، لان انا بحب البربوني جدا، ورحت علشان يعني اكل بربوني مع الحاجات التانية اللي هطلبها، لكن للأسف ما لقيتوش، فاضطريت طبعا ان انا اطلب حاجة تانية. بعد كده الشيء الدارج اللي هو بيكون في محلات السمك، ان احنا يعني بنطلب اللي هو السلطة، وهي بتجيلنا على طول على الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها، وبنقدر ننقي منها برضو حاجات كده بسيطة، او هم بينزلوا لنا عشوائي السلطات. لكن بصراحة اللي عجبني في زفير ان بوفيه السلطات كان مفتوح، وتقدر حتى ان انت تروح هناك وانت واقف بتطلب السمك، ان انت تقول للراجل بيعمل السلطة يا استاذ نقي لي مثلا النوع الفلاني وكذا 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 وكذا، ونزلهم لي على الترابيزة بتاعتي رقم كذا. فدي بصراحة حاجة مميزة جدا. وطبعا كل السلطات كان شكلها كويس، وهقول لكم بقى دلوقتي لما الاكل ينزل على الترابيزة الاكل كان كويس ولا لا بالنسبة للسلطة. لكن اللي ما عجبنيش وانا واقفة بطلب من بوفيه السلطات، ان شكل اللي هو الطحينة او السلطة اللي انا بعمل لكم زوم ان عليها دي، حسيت ان هي جايبين قديم على جديد، فما عجبنيش الشكل بتاعها هي بالذات، فدي حاجة ضايقتني برضو بصراحة. وزي ما انتم شفتم معايا ان احنا اتفرجنا على قعدتين على البحر دايركت، واحدة منهم على البرجولة، والتانية اللي انا كنت مختارها من غير برجولة، دي بقى القعدة رقم 3 اللي هي من جوه المطعم بقى نفسه. بيبقى فيها اندور واوت دور، برضو تقدروا ان انتوا تشوفوا البحر من خلالها، ومن خلالها تقدروا انكم برضو تتفرجوا على منظر البحر والفيو كله بتاع بقى الصخور والامواج والبيوت بقى اللي هي القديمة اللي انا هوريها لكم دلوقتي، بتاعة اسكندرية القديمة ايام الزمن الجميل، اللي هم طبعا دلوقتي بيحاولوا ان هم يهدوها علشان يعملوا مناطق تانية او حاجات تانية. البيوت بقى بتاعة الماكس اللي هي الجميلة الروعة القديمة بتاع ايام الزمن الجميل.
فدي برضو ممكن تقعدوا فيها تشربوا شاي، وكان فيها ناس سودانيين قاعدين. المهم ان القعدة بقى رقم 4 ودي الأجمل بالنسبة لي أنا، اللي هي بالنسبة للقعدات الكلوزد مش الأوبن. دي بقى اسمها القاعة الملكية. قاعة كلاسيكية قديمة، شايفين الأبواب عاملة ازاي، وكمان البانوهات الموجودة على الحيطان والأعمدة عاملة ازاي، والديكوريشن الموجودة والبيانو والفايبس الموجودة هناك بقى، والملك فاروق، وبرضو صور الأميرة فوزية فاروق برضو، وصور كتيرة جدا لملوك ومن العائلة المالكة كانت هناك. وكمان شكل اللي هو الأسقف المعمولة والنجف والبانوهات الجميلة اللي باللون الأخضر والذهبي، والأعمدة الجميلة والكراسي اللي هي الكلاسيكية دي. تقدروا انكم برضو من خلالها تكونوا قاعدين في قاعدة كلوزد اريا، وكمان تكونوا شايفين البحر برضو منها في الجزء الاول بارتيشن التاني بتاعها، تبقوا برضو شايفين من كل الشبابيك دي بقى البيوت القديمة اللي احنا اتفرجنا عليها مع بعض، وشايفين الامواج وشايفين البحر وكل حاجة. يعني اي قاعدة جوه المطعم ده تقدروا انكم برضو تبقوا شايفين البحر. اول حاجة طلبناها الشوربة، وكانت نازلة كريمي وطعمها حلو جدا، لكن كانت برضو نازلة باردة. طبعا السلطات انا قلت لكم هقول لكم على التيست بتاعها وطعمها عامل ازاي. السلطات بصراحة حلوة جدا، لكن الملح كان زايد سنة بسيطة، لكن كتوتالي اول ان اول اللي هي السلطات كلها كانت حلوة بقى، من اول سلطة الراهب لسلطة بابا غنوج. ليه كمان اللي هو نوعين من السلطات الكافيار، واحدة كانت بالجزر والتانية كانت بالبنجر، فعجبتني الفكرة قوي ان في نوعين كافيار. وعجبتنا كلنا قوي اللي هي السلطة بتاعة الرنجة بالبصل، دي كانت حلوة جدا جدا لدرجة ان احنا نزلنا عليها خلصناها. وطبعا انا مش قادرة اقول لكم كمان طعم الصبيت بتاعهم كان حلو ازاي. اولا كان السوا بتاعه مظبوط جدا، التتبيلة بتاعته حلوة قوي، الكريسبي نسبة الكريسبي اللي فيه كانت حلوة قوي، فعجبتني جدا بصراحة. 10 من 10 في الصبيت. وكمان طلبنا من هناك رز بالسي فود والجمبري، بصراحة كان طعمه تحفة. وطبعا مش هقول لكم جوسي والكلام ده عشان كلنا متعقدين من الكلمة دي، بس هو فعلا كان جوسي. بس اللي ما عجبنيش بصراحة ان هو سعره كان غالي نسبيا، يعني الطبق تقريبا كان بحوالي 100-110 على الكمية دي، فده اللي ما عجبنيش. لكن بصراحة الرز برضو 10 من 10. وطلبنا برضو جمبري كده الحجم بتاعه ميديم شوية. طبعا الجمبري من اول ما نزل انا الريحه بتاعته ما عجبتنيش اطلاقا، حسيت ان هو مزفر، ولو ان الجمبري كان ان هو فريش على الشادر بتاع السمك، لكن انا ما عجبنيش اطلاقا. ولا طعم ولا ريحه ولا تتبيله ولا اي حاجه خالص، لدرجه ان انا شديت معاهم وقلت لهم لا لو سمحتوا انا مش هاخد الجمبري ده اطلاقا لو ببلاش حتى. فطبعا هم بصراحه مشكورين، رجعوه بعد ما اتسوى. اما بقى بالنسبه لصينيه السمك اللي بالبطاطس دي، كانت من احلى صواني السمك البطاطس اللي احنا حرفيا اكلناها في حياتنا. السمك متسوي كويس جدا، كمية البطاطس تحفة كتير قوي، يمكن التصوير حتى مش مبينها لان هو البطاطس مدفونة جدا بكمية كبيرة جدا تحت السمك، مش كان بطاطسية كده وخلاص. والبطاطس نفسها الملح بتاعها مظبوط، والخلطة كلها كانت مظبوطة، والطعم كده تحسوا ان هو يعني هو بصوص بس الصوص ده كريمي ومش كريمي، معرفش بقى هم حاطين مثلا عليه دقيق نشا الله اعلم. انا طبعا مش خبيرة قوي في موضوع الطبخ والحاجات دي كلها، لكن ده التيست اللي انا كنت حاساه ان هو طعم كريمي، ولو ان اللون الخلطه بتاعته ما كانتش لونها ابيض. لكن بصراحه دي من احلى صواني السمك اللي انا اكلتها، يمكن انا اكلت في مطاعم افخم من كده واسعارها كمان اغلى من كده، لكن دي احلى صينيه سمك بالبطاطس انا اكلتها في حياتي. وبالنسبه لي انا كانت كميه الاكل كبيره شويه، مش متعوده على الكميه دي، فطبعا ما قدرتش اشرب اي حاجه غير كوكا بس. وخلاص على كده بقى، لا طلبنا شاي بالنعناع ولا قهوة ولا ليموناتا ولا الكلام ده خالص. قعدنا بقى نتفرج على منظر الغروب كده، والدنيا بقى ابتدت تليل شوية بشوية، نتفرج على الماكس من كل حتة. والمطعم اللي انا بشاور لكم عليه في المنطقة دي وهو مطعم اسماك اللول، وطبعا ده من اشهر المطاعم بتاعة السمك اللي موجودة في الماكس. وكنت عملت عنه ريفيو قبل كده لو حابين ترجعوا له، وهسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. لكن برضو انا سامعة ان مطعم اسماك قلعة اللول برضو اللي موجودة في الماكس جنب زفير، سمعت ان هم في المنطقة دي بيحاولوا ان هم يهدوا بقى البيوت الموجودة هناك، وهينقلوه يمكن في منطقة اسمها بشاير الخير، لسه مش عارفين. بعد كده لقيت عازف على العود بيعزف هناك، ناديته وقلت له بقى اعزف لنا كده اغنية جميلة انا طلبتها، اسيبكم بقى تسمعوها وتستمتعوا وارجع لكم تاني.
البحر جينا الشط وناس بعيد عن عينينا يا هوا البحر جينا الشط وناس بعيد عن عينينا خلينا المية تحلى علينا عمرك يا هوا خبر أهالينا طاير يا هوا طاير عالمينا عمرك يا هوا خبر أهالينا يا هوا تفرق أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا أنت يا بحر خبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا يا هوا خبر وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. واللي عايزه اقوله لكم ان اسماك قلعة اللول برضو القعدة بتاعتها كفيو كان حلو قوي، لكن برضو المكان كان بدائي شوية، مع ان برضو ليه فايبس كده ساعات الواحد دماغه بتروح لحاجة تكون بالستايل ده. طبعا اسماك قلعة اللول يعني في حاجات وحاجات كانت جميلة فيها، يعني مثلا لا الرز بتاع زفير كان احلى، السلطات بتاعت زفير كانت احلى، الصبيب بتاع زفير كان احلى، لا صينية السمك في زفير كانت احلى، لكن الجمبري كان حلو جدا في قلعة اللول، والشوربة بتاعته كانت حلوة قوي، والسمك البوري هناك في قلعة اللول كان احلى. برضو في مطعم هناك موجود في منطقة الماكس جنب المطعمين دول اللي هو قلعة اللول وزفير، مطعم تاني برضو اسمه سيجل في الماكس. في برضو حاجات كتيرة جدا تتعمل هناك، سواء بقى قعدات كلوزد او قعدات اوبن او حتى منطقة كيدز اريا للاطفال. كنت جربته من حوالي مثلا 10 سنين ولا حاجة، كان الاكل بتاعه حلو، لكن بصراحة اللي خايش في دماغي هو زفير. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص وجولتنا خلصت، وكمان التجربة بتاعتنا خلصت. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وقدرت ان انا اقدم لكم حاجة مفيدة. لو عجبكم الفيديو لو سمحتم فضلا وليس امرا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. وزي ما قلت لكم اللايك طبعا بيفرق معايا كتير، لان بيحسسني ان انا بقدر اقدم لكم حاجة مفيدة عجبتكم، وكمان بيساعد على انتشار الفيديو لناس اكتر ان هي تقدر تستفيد. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لايك. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.